بلاش تستعجل وانت بتشتري موتوسيكل مستعمل. ليه؟ لانك ممكن تشتري حاجه شكلها حلو من بره لكن مليانه مشاكل من جوه. ده غير ان كل حاجه بقت غاليه والنصابين كتير برضه. في الفيديو ده هديك دليل شامل تضمن بيه انك تختار موتوسيكل مستعمل بحاله كويسه وتاخد احسن صفقه من غير ما حد يضحك عليك. في الاول قبل ما نبدا بلاش تتخدع بالسعر القليل لانها مش دايما بتكون صفقه كويسه، ممكن يكون في كمين وتلبس في مصاريف كتير علشان تظبط الموتوسيكل اللي سعره قليل وتبقى صرفت سعره جديد وممكن تخسر زيادة كمان. فقبل ما نبدأ لو السعر مش منطقي للسوق حاول تخلي بالك من الموضوع ده. أول حاجة حدد احتياجك. قبل ما تبدأ اسأل نفسك ليه عايز موتوسيكل أصلا. للسفر يبقى دور على التورينج والحاجات الكبيرة والمريحة في الركوبة. للمدينة يبقى تختار موديل خفيف وسهل في الحركة بتاعته. للسباقات والجري والاكشن يبقى خليك في الحاجات الرياضيه والسريعه. لما تحدد احتياجاتك هتوفر وقت ومجهود في البحث. وبرضه بص على قطع الغيار قبل ما تشتري وتاكد ان هي موجوده علشان لما تحتاج قطعه غيار بعد كده تعرف تلاقيها. شوف برضه مراجعات للموديل اللي يعجبك علشان تعرف عيوبه ومميزاته وبرضه ما تلبسش في حاجه مش مناسبه ليك. طيب على ارض الواقع بقى محتاج تفحص الموتوسيكل من بره. اول حاجه هتبص عليه هي الشكل الخارجي، في خدوش او لحمات في الشاسيه، ده ممكن يكون دليل على حادثة قديمة، ولو لقيت حاجة زي كده اسأل البائع عن سببها. ولو كلامه ما كانش منطقي أو مقنع بالنسبة لك يبقى سيبك منه لأنه ممكن يحور في حاجات تانية كتير. بص برضو على حالة الكاوتشات، لو متاكلة فده معناه إن الموتوسيكل ده كان مستهلك قوي وماشي كيلوات كتير. فلو لقيت الموتوسيكل اللي انت بتبص عليه حاله الكاوتش فيه وحشه وكمان ماشي قليل في العداد، ده سبب كبير جدا تقلق بسببه. بص كمان على المساعدين اللي قدام واللي ورا، لو فيها تسريب زيت ده علامه ان الموتوسيكل محتاج شغل كتير في المساعدين. من الاخر بص على الحاله العامه وشوف مناسب مع عدد الكيلوات اللي البايك ده ماشيها ولا لا، لانه في غش كتير قوي في العدادات بيحصل. وشوف جسم الموتوسيكل نفسه من بره، هل هو محتاج شغل، هل هو فيه خرابيش باينه او في اي حاجه غريبه. وكمان ممكن تسال البايع عن الفبر نفسه، هل هو اصلي ولا متغير، عشان تتاكد هل الموتوسيكل ده وقع قبل كده او لا. ولو البايك اللي انت بتتفرج عليه قديم مثلا وملوش قطع غيار وفي حاجه بايظه او محتاج تتغير، انصحك تفكر مرتين قبل ما تشتريه عشان ما تتسوحش انت بعدين مع قطعه الغيار دي. بعد كده فحص الموتور، هنا بقى الجد كله. شغل الموتوسيكل واسمع صوت المحرك، لو في صوت طقطقه غريب ده معناه ان في مشكله في الكامات او البساتم. ولو في اي صوت عامه مش طبيعي فخلي بالك منه. شوف لو في اي تسريب زيت حوالين المحرك وبص على دخان الشكمان. شغل الموتوسيكل ودوس جامد على البنزين وجيب اخره وطلع دخان ابيض، يبقى الزيت بيتحرق مع البنزين ومحتاج شغل كتير واحتمال يكون محتاج يغير البستم ويعمل عمره من اول وجديد. او ممكن يكون في مشكله في التبريد بتاع المحرك. ولو طلع دخان اسود ممكن يكون في زيت موتور زياده او مشكله تانية. عامه لو في دخان من الاول انصحك لو مش عاوز توجع دماغك يبقى بلاش منه. لو البائع قال لك انه مغير وش الكهرباء او وش الزيت فدي تعتبر مش مشكله كبيره، ممكن تتاكد من ميكانيكي مختص في النوع اللي بتشتريه. ولو اصلا البايك عامل عمره قبل كده ومغير حاجه كبيره في الموتور، خلي الميكانيكي يشوف الشغل المعمول كويس ولا اي كلام وهتحتاج تفتح الموتور انت تاني ولا لا. بس عامة الموتور اللي جاي مقفول من بلده احسن من اللي مفتوح هنا. ما تشتريش اي حاجة قبل ما تشوف الورق بتاعها، اتأكد ان الموتوسيكل متسجل باسم البايع وراجع رقم الشاسيه ورقم المحرك وتأكد ان هم نفس اللي في الاوراق والرخصة. بعد كده جرب الموتوسيكل بنفسك، شوف تجاوب الموتور مع التسارع، جرب الفرامل هل هي قوية ولا لا، هل فيها اي صوت غريب ولا لا. امسك ديسك الفرامل بايدك وشوفه لو ممسوح او شكله مريب او حاجة. اختبر الاضاءة والاشارات وكل حاجة لها علاقة بالكهرباء والعداد لان دي بتكشف على حالة الكهرباء في الموتوسيكل. ولو اول مره تركب موتوسيكل خد معاك ميكانيكي يشوف معاك، هيعرف يحدد العيوب اللي ممكن انت ما تشوفهاش. ده استثمار صغير ممكن يوفر عليك مصاريف كبيره جدا بعد كده. برضه قبل ما تشتري حاول تسمع من الناس تجاربهم مع الناس اللي كانت بتبيع قبل كده، تاخد منهم خبره وتتعلم منهم، ولو حد غلط تتعلم من الاخطاء بتاعته. وكده انت جاهز تاخد افضل صفقه بدون ما حد يضحك عليك. لو استفدت من النصايح دي متنساش تعمل لايك وتشترك في القناه عشان نساعدك اكتر في عالم الموتوسيكلات. ولو عندك اي سؤال او تجربه حصلت معاك وانت بتشتري موتوسيكل مستعمل قولها لنا في الكومنتات.